السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن كم الاستفهامية وكم الخبرية. هنعرف يعني ايه كم الاستفهامية. كم الاستفهامية فين مكانها؟ كم الاستفهامية موقعها في أول الجملة، يعني بداية الجملة بتيجي كم الاستفهامية. طب احنا ليه بنجيب كم الاستفهامية؟ عايزينها في ايه كم الاستفهامية؟ كم الاستفهامية أنا بحطها في بداية الجملة عشان أسأل بيها عن العدد، وطبعا أكيد هتحتاج إلى جواب. تمييزها، طب تمييز كم الاستفهامية، احنا في الحصة اللي قبل كده اتكلمنا عن تمييز العدد. طب تمييزها كم الاستفهامية، تمييزها مفرد منصوب، يعني طالبا، معلما، رجلا، مهندسا، إلا إذا دخل على كم حرف جر، ساعتها التمييز هيجوز النصب ويجوز الجر. في آخر الجملة اوعى تنسى انك تحط علامة الاستفهام. يبقى تاني، كم الاستفهامية مكانها فين؟ في أول الجملة. طب هي احنا جايبين ليه كم الاستفهامية؟ عشان نسأل بيها عن عدد ومحتاجة مننا إجابة. طب شكل تمييزها ايه؟ مفرد منصوب، إلا إذا دخل حرف الجر على كم، ساعتها تمييزها أجر أو أنصب عادي. طيب في نهاية الجملة اوعى تنسى وانت بتحول من خبرية لاستفهامية تحط علامة الاستفهام، لأن لازم يكون في نهاية علامة الاستفهام. أمثل على كده: كم دولة في حوض النيل؟ أدي كم جت في بداية الجملة، دولة تمييزها أهو مفرد منصوب، عمره ما يكون جمع. لازم يكون تمييز كم الاستفهامية يكون مفرد منصوب، وآدي هي علامة الاستفهام. آدي هي في بداية الجملة تمييزها مفرد منصوب. ليه اتنصبتيه بس؟ ما انت لسه بتقولي يجوز الجر ويجوز النصب، عشان انا ما دخلتش حرف الجر على كم. انا قلت تمييزها يجوز النصب ويجوز الجر لو دخل حرف الجر على كم، لكن طول ما تمييزها ما دخلش كم عليه حرف جر لازم تمييزها يكون مفرد منصوب. وهو في نهاية الجملة حاطين علامة الاستفهام. طبعا التمييز بتاع كم هو دولة، وإعرابه منصوب. بكم جنيها أو جنيه؟ انت ليه قلت جنيها أو جنيه؟ عشان دخلت حرف الجر على كم. فهنا التمييز يجوز ان انا انصبه ويجوز ان انا اجره، لانك دخلت حرف الجر على كم وحطينا علامة الاستفهام طبعا في نهاية الجملة. التمييز عندي بتاع كم جنيها أو جنيه، وهو مفرد لازم يكون مفرد، ومنصوب أو مجرور لأني دخلت حرف الجر على كم. في كم سنة أو سنة بني السد العالي؟ دخلت حرف الجر على كم، فتمييزها لازم يكون مفرد منصوب أو مجرور. يجوز الحالتين إنك تنصب أو تجر بسبب دخول حرف الجر على كم. التمييز عندي سنة أو سنة، يجوز الأمران لدخول حرف الجر على كم، وما تنساش علامة الاستفهام. وهنا حالته دائما مفرد، لازم تمييز كم الاستفهامية لازم يكون مفرد دائما. وهنا منصوب أو مجرور بسبب دخول حرف الجر على كم. طيب كم الخبرية، تعال نتكلم عن كم الخبرية. احنا خليك فاكر ان لسه جايلين كم الاستفهامية موقعها في أول الجملة، كذلك كم الخبرية موقعها في أول الجملة. يعني تعال نعمل مقارنة بس بعد ما نتكلم عن كم الخبرية. دلالتها بتدل على انت ليه جايب كم الخبرية؟ أنا جايب كم الخبرية عشان أخبر لك أو أقول لك إن في كثرة عدد حصلت مع وجود كم الخبرية، ولا تحتاج إلى جواب. مش عايزة جواب، أنا بخبرك إخبار، أنا بحكي لك إن في كثرة عدد حصلت بسبب دخول كم الخبرية. التمييز بتاعها مفرد أو جمع مجرور بإضافته لكم أو بحرف الجر من. مش فاهمك. احنا لسه جايلين ان كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب دائما، ممكن يتجر لو دخل حرف الجر على كم، بس لازم يكون مفرد. امال تمييز كم الخبرية تمييزها مفرد او جمع، اقول رجلا او رجالا، مفرد او جمع. طيب ايه احط فتحة، احط كسرة، اعمل ايه، اضبط ازاي؟ لا، مجرور. احنا في كم الاستفهامية كنا بنقول دولة، جنيها بالنصب، لكن دي مفرد أو جمع مجرور، بس تجرب إيه؟ بإضافته لكم. يعني كم كتاب هنا مفرد مجرور. إيه اللي جره؟ لأن كم
اتضافت لي، يعني كم مضاف، وكتاب تمييز مجرور بالإضافة. ادي معناها بإضافته لكم، أو بحرف الجر من، يعني إن أنا أدخل على تمييز كم حرف جر. يبقى ركز معايا في النقطة دي تاني. كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، يجوز إن أنا أجره لو دخل حرف الجر على كم. تمييز كم الخبرية مفرد أو جمع، مفرد أو جمع مجرور. يعني لو جات لي كم رجلا، أكيد دي استفهامية. ليه؟ لأني أنا شفت علامة تنوين النصب، أنا شفت تنوين النصب بعيني، شفت ألف تنوين النصب حتى لو ما ضبطليش في الامتحان. طب كم رجل؟ دي كم خبرية. طب ليه ما الاتنين مفرد؟ أنا إزاي أنا كده اتلخبطت. أنت كم الاستفهامية تمييزها مفرد، وكم الخبرية تمييزها مفرد. بس خلي بالك أنا قلت لك هناك مفرد وهنا مفرد، بس في الاستفهامية مفرد منصوب وفي الخبرية مفرد مجرور. طب يا مس في الامتحان هو أصلا مش بيضبط، أنا هعرف منين؟ أول ما تلاقي الألف بتاعة تنوين الفتح حتى لو ما ضبطلكش، اعرف اوتوماتيك ان دي كم الاستفهامية. ألف تنوين الفتح بتبقى علامة مميزة جدا، ان دي اكبر دليل على ان دي كم الاستفهامية حتى لو ما هو ضبطلكش. انا بمجرد ما بشوف ألف اللي هي الدالة الألف اللي بنحطوها عشان نضبط الكلمة بتنوين الفتح، انا ببقى عارفة ان دي خلاص كم استفهامية حتى لو ما ضبطليش. لكن لو جال لي كلمة رجل بس كده هو ما ضبطش برضو، بعرف ان دي كم الخبرية علشان ما لقيتش الالف بتاع التنوين الفتح. يعني لو جالي التمييز مفرد، بما ان الاستفهامية تمييزها مفرد والخبرية تمييزها مفرد، افرق بينهم ازاي؟ لما تلاقي الف تنوين الفتح اعرف ان دي استفهامية، لو ما لقيتش الف تنوين الفتح اعرف ان دي خبرية. وهنا تمييزها مفرد او جمع مجرور بإضافته لكم. يعني ايه بإضافته لكم؟ يعني كم جت مضافة وهي أضيف إليها التمييز فبيجي تمييز مجرور بإضافته لكم. أو بحرف الجر من، يعني أقول كم من كتاب، يبقى تمييز كم في كل الأحوال كم الخبرية. كم الخبرية تمييزها في كل الأحوال مجرور دائما، مجرور دائما، يتجر بإضافته لكم أو يتجر بدخول حرف الجر عليه. يبقى في كل الأحوال تمييز كم الخبرية مجرور، يا هيتجر بإضافته لكم يا يتجر بإضافته بدخول حرف الجر عليه. يبقى على طول مجرور سواء كان مفرد أو جمع. مفرد تشابهت الحالة دي مع كم الاستفهامية، قلت لك ازاي هتفرق. لو لقيت ألف تنوين بتاعت الألف اللي بنحطوها عشان نحط تنوين فتح اعرف ان دي كم الاستفهامية، ما لقيتش الألف بتاعت تنوين فتح اعرف ان دي كم الخبرية. وطبعا في نهاية الجملة بنحط علامة التعجب. تعال ناخد أمثلة. هنقول كم كتاب، ادي كم الخبرية جت في بداية الجملة تمييزها مفرد مجرور، وحطينا في نهاية الجملة علامة التعجب وتمييزها كتاب ومفرد ومجرور بالإضافة. كم كتب، ما احنا قلنا تمييز كم الخبرية مفرد أو جمع، مفرد أو جمع مجرور، مفرد أو جمع مجرور بإضافته لكم. كم من كتاب، تمييزها مفرد بس مجرور بدخول حرف الجر. كم من كتب، جمع مجرور بحرف الجر. وطبعا ادي تمييزها هنا كتاب وهنا كتب، هنا كتاب هنا كتب، وهنا تمييزها جي مفرد او جمع، مفرد او جمع. هنا اتجرد بالاضافه لكم وهنا اتجرد بحرف الجر من. طيب احنا لو عايزين نعمل مقارنه واطلع فاهم من الفيديو اعمل ايه؟ تعال خليك فاكر ان هنعمل مقارنه كم الاستفهاميه وكم الخبريه. كم الاستفهاميه تاتي كم في بدايه الجمله، وكم الخبريه برضو في بدايه الجمله. كم الاستفهاميه تحتاج الى اجابه وهي تدل على الاستفهام والسؤال. طيب كم الخبريه ما تحتاجش الاجابه وهي بتدينا عن كثره العدد، بتخبرنا عن كثره العدد. كم الاستفهاميه تمييزها مفرد منصوب وينفع يتجر لو دخل حرف الجر على كم. تمييز كم الخبريه مفرد او جمع مجرور دائما. في نهايه كم الاستفهاميه بنحط علامه الاستفهام، وفي نهايه كم الخبريه بنحط علامه تعجب. تعالوا نطبق على بعض الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. حول
كم الاستفهامية إلى خبرية، والعكس من كم الخبرية إلى الاستفهامية، وغير ما يلزم. إيه الخطوات اللي أنا بعملها عند التحويل؟ أول حاجة كم جبال شاهقة في مصر. إيه هي نوع كم؟ أول حاجة لازم نحدد النوع. إيه نوع كم هنا؟ نوع كم هنا خبرية. طيب إيه التغيير اللي أنا ممكن أعمله في الجملة عشان أحولها من خبرية إلى استفهامية؟ أنا قلت لك إن كم الخبرية تمييزها جمع مجرور. طب عشان أخليها كم استفهامية لازم تمييزها يكون مفرد منصوب، وقلنا كم الخبرية في آخرها علامة تعجب، كم الاستفهامية في آخرها علامة استفهام. يبقى كل عليا بدل ما جبال هخليها جبلا، كم جبلا، لأن تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، فجبال بدل ما هي جمع هخليها مفرد، وبدل ما هي مجرورة هخليها منصوبة، وبدل علامة الاستفهام اوعى تنسى علامة التعجب، وهقول كم جبلا شاهقا في مصر، وتحط علامة الاستفهام. كم ساعة مكثت تذاكر فيها؟ أنا هنا جات لي عندي كم ساعة. إيه نوع كم هنا؟ كم هنا جايالي على إنها استفهامية. عرفت منين؟ أدي تمييزها مفرد، رقم 1. 2 منصوب، رقم 3 لقيت علامة الاستفهام. طب إزاي أحول؟ اللي لقيتهم دول بدلهم. أنا هنا بدل ما هو مفرد منصوب هيبقى جمع مجرور، يعني بدل النصب خليته جر، وبدل مفرد خليته جمع. وبعد كده كملت باقي الجملة وحطيت في الآخر علامة التعجب اللي هي الدليل على كم الخبرية. مثال تاني بيجيب لي معلومة ويقول لي المعلومة اللي قدامك دي خليها لي كم استفهامية، خليها لي موجودة على صيغة سؤال في بوجود كم الاستفهامية. يعني ساعات اليوم 24 ساعة. تفتكر معلومة ادهاني كده ان اليوم في 24 ساعة، عايز يخلي المعلومة دي في صيغة سؤال باستخدام كم الاستفهامية. اول حاجة هنعمل ايه؟ احط كم. طيب وبعدين احط تمييز كم. طب تمييزها ايه؟ مفرد منصوب، كم ساعة، وانصب. وبعدين هقول كم ساعة في اليوم، واوعى تنسى علامة الاستفهام. حصل 3 وزراء على جائزة تقديرية، اداني معلومة وعايز المعلومة دي خليها لي في صيغة سؤال باستخدام كم. هعمل ايه؟ اول حاجة هاخد كم، وبعدين 3 وزراء، ده هو اداني الإجابة عشان بنسأل بيها عن العدد، ده سؤال بنسأل بيه عن العدد كم الاستفهامية. هقول كم وزيرا حصل على جائزة تقديرية، واوعى تنسى علامة الاستفهام. احنا كده حولنا المعلومة اللي بيديها لنا إلى صيغة سؤال باستخدام كم الاستفهامية. أول حاجة بنحط كم، بعد كده بتاخد المعلومة منها الحاجة اللي أنا هسأل بيها عن العدد. ساعات اليوم 24 ساعة، تفتكر أنا عايز أسأل عن إيه؟ عن عدد الساعات، يبقى كم ساعة. هنا حصل 3 وزراء، اداني الرقم واداني العدد اللي هي الإجابة. ما احنا قلنا كلمة الاستفهامية هي صيغة سؤال بنسأل بيها عن العدد وتحتاج إلى إجابة، يبقى هاخد من هنا اللي يصلح عندي أخليه تمييز من الجملة دي كلها. 3 وزراء يبقى كلمة وزير وانصبها، وبعد كده ما ننساش علامة الاستفهام. احنا كده تناولنا جزء بسيط من كم الاستفهامية وكم الخبرية. لسه في أسئلة نطبق عليها كتير خالص على كم الاستفهامية وكم الخبرية، وفي تنوع في الأسئلة. إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنها في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.